بسم الله الرحمن الرحيم. الفترات. لو قال لي س بتساوي س حيث ان الس بتنتمي لط، لازم اخد بالي اوي من الحته دي اهم حاجه في اللي بيكتبهولي. تنتمي لط يعني الس عدد طبيعي. المتباينه بقى اللي هيديها لي بيقول لي الس ما بين الاتنين والخمسة، اكبر من اتنين واصغر من خمسة. طب ايه الارقام اللي ما بين الاتنين والخمسة؟ عادات طبيعيه، يعني موجب وصفر. اللي ما بين الاتنين والخمسة التلاتة والاربعة، يبقى على طول هقول له السين، هفتح القوسين بتوع المجموع اللي هو بالشكل ده، وهكتب العددين تلاتة واربعة. عدد طبيعية يعني ما ينفعش تبقى فيها كسور، ما ينفعش تبقى عدد سالبة لان هي موجب وصفر بس. ماشي. دي عرفتها منين؟ من حكاية تنتمي الى دي اهم حاجة. يبقى س تنتمي الى الط، دي مهمة جدا. هنا بقى نفس المسألة، بس بيقول لي س تنتمي لح. ح يعني عدد حقيقي. عدد حقيقي يعني في كل حاجة، موجب سالب، أرقام عادية، كسر، أرقام عشرية، جذر تربيعي، جذر تكعيبي، في كل حاجة في الدنيا. كل الأرقام اللي ما بين 2 و5 من اللي أنا قلت عليه ده. كسور بقى يعني 2 ونص، 2 و3 من 10، جذر التربيعي للكام، لل5 مثلا، جذر التربيعي لل7، جذر التربيعي لل8. كل الأعداد دي هتطلع ما بين ايه؟ 2 و5. طب نكتب ايه اللي ما بين ال2 و5؟ نكتبهم ايه؟ ما ينفعش اكتب بقى الأقواس العادية اللي هي بتاعة المجموع. فاعمل ايه؟ الحل هنا مجموعة الحل أو الحل اللي هيطلع عندي هنا، هكتب له 2 و5، ما بين ال2 و5 اهو، 2 و5. وهعمل ايه؟ هعمل قوسين بالشكل اللي قدامي ده. الأقواس دي معناها ان دي فترة، يبقى أنا بقول له الفترة ما بين ال2 و5. عرفت ان الفترة دي هي أعداد حقيقية، ما ينفعش أعمل أقواس بتاعة المجموعة. يبقى أكتب الفترة من 2 ل5. وفتحت الفترة، فتحت الأقواس ليه؟ لأن هو كان بيقول لي أصغر أو أكبر، بس ما كانش فيه أصغر من أو يساوي وأكبر من أو يساوي. طيب ناخد بقى يعني إيه فترة، فترة مغلقة، فترة مفتوحة. أول حاجة بيقولي الفترة المغلقة، نفس المسألة، س تنتمي لح، بس بيقول لي أصغر من أو يساوي وأكبر من أو يساوي. طالما في علامة يساوي يبقى هقفل الأقواس ما بين ال2 و5، هقفل كده عليهم القوسين بالشكل ده. همثلها ازاي على خط الأعداد؟ هعمل خط أعداد وهكتب ال2 وهكتب ال5، وهقفل الدواير. هعمل دايرة عند ال2 ودايرة عند ال5 وهقفلها، هظللها كده، هلونها. واللي ما بين ال2 و5 هعمل كده زي مستطيل، وهلونه هو كمان. يبقى ما بين ال2 و5، الاتنين طبعا شمال، وكل ما بمشي يمين العدد بيزيد، يبقى الاتنين شمال والخمسة يمين. دي الفترة المغلقة. يبقى الاتنين معايا والخمسة معايا، لان هي اكبر من او يساوي وايه، واصغر من او يساوي. ماشي. طب الفترة المفتوحة زي المثال الاولاني، مفيش علامة يساوي. اتنين اصغر من، مفيش اصغر من او يساوي. اصغر من س، والسين اصغر من 5، مفيش يساوي. يبقى القوسين مفتوحين، مفتوحة من عند الاتنين ومفتوحة من عند ال5. ليه؟ لان اصغر من الاولانيه مفيش اصغر من او يساوي، يبقى هفتح القوس من ناحيه اليمين. والخمسه نفس الكلام، اصغر من بس مفيش اصغر من او يساوي، يبقى هفتحها من ناحيه الشمال. طب اعمل الكلام ده زي على خط الاعداد؟ نفس الطريقه اللي فاتت، احط هنا 2 وهنا 5 على خط الاعداد، بس هعمل دايرتين، الدايرتين يبقوا مفتوحين مش هلونهم. واللي ما بينهم طبعا لازم اللي ما بينهم يبقى متلون. هي الفتره اللي ما بين ال2 وال5 بس، فيما عدا الاتنين وفيما عدا ال5. طب الفترة بقى اللي هي نص مفتوحة، أو ممكن أسميها نص مغلقة، ما بين البنين. يعني إيه؟ يعني في علامة يساوي في ناحية واحدة بس. هنا علامة اليساوي ناحية ال5، إنما ناحية الاتنين مفيش. هنا أصغر من بس عند الاتنين، إنما عند ال5 أصغر من أو يساوي. يبقى هفتحها عند الاتنين وهقفلها عند ال5. هفتح الفترة أو هفتح القوس بتاع الفترة عند الاتنين وهقفله عند ال5 بالشكل ده. طب على خط الأعداد، ادي الاتنين والخمسة بنفس الطريقة، واللي ما بينهم اللي هو لازم الونه اللي ما بينهم، انما الدايرتين عند الاتنين دايره مفتوحه وعند الخمسه دايره مقفوله. طب العكس بقى، لو حط لي اليساوي ناحيه الاتنين، الاتنين اصغر من او تساوي س، اصغر من ال5، يبقى اليساوي ناحيه الاتنين، يبقى هقفل القوس ناحيه الاتنين وهفتحه ناحيه ال5. نفس الكلام، هقفل الدايره عند الاتنين تحت في خط الاعداد، وهفتح الدايره عند ال5. اللي ما بينهم ده لازم مستطيل وعلى طول متلون، ملونه انا المستطيل ده اللي ما بينهم موجود معايا. بس اللي بشوفه بقى، يا ترى الاتنين معايا ولا لا، الخمسه معايا ولا لا، هي دي اللي بفتحها او بقفلها.
ناخد مثال بقى، بيقول لي اكتب على صورة فترة. الشكل اللي قدامي ده س بتساوي س حيث ان السين بتنتمي لح. ح يبقى فترة على طول. السين ما بين -2 و3، يبقى على طول هكتب ادي -2 وادي 3. لسه ما حطيتش بقى الفترة. احط الفترة بقى مفتوحة ولا مقفولة؟ ناحية -2 اصغر من بس مفيش يساوي تبقى مفتوحة، يبقى هفتح الفترة من ناحية -2. سهلة اظن. كل اللي بعمله مجموعة الحل عندي بعمل ايه؟ بكتب -2 والتلاتة اللي هو مديهم لي. -2 مفتوحة، مفيش عندي علامة يساوي يبقى مفتوحة. في علامة يساوي عند التلاتة، السين اصغر من او تساوي 3، يبقى هقفل الفترة عند التلاتة. يبقى السين ما بين -2 وما بين التلاتة. -2 مش معايا لان مفيش يساوي، انما التلاتة معايا لان في يساوي. وهرسم خط اعداد وهكتب عليه -2 وهكتب عليه 3. -2 الاول شمال، الصغير شمال، والتلاتة يمين. -2 مفتوحة والتلاتة مقفولة، واللي ما بينهم طبعا بظلله. مسألة تانية تنتمي لح. ما بين -1 ل3، على طول -1 و3، بكتب -1 كوما -3. طيب -1 معايا ولا مش معايا؟ معايا. ليه؟ لان هي -1 اصغر من او تساوي س، يبقى معايا يساوي، يبقى معايا ايه؟ -1، يبقى هقفلها من ناحية -1، تبقى -1 معايا جوه الفترة. طب -3 لا، تبقى مفتوحة. ليه؟ مفيش يساوي. خلاص كده. يبقى على خط الأعداد هحط -1 و3. مين الصغيرة اللي فيهم؟ -3. -3 أصغر. -3 بعد كده -2 بعد كده -1 بعد كده 0 بعد كده 1 في خط الأعداد. ماشي، يبقى -3 هي اللي شمال، وهفتح عند -3 وهقفل عند الايه؟ -1. ضع علامة تنتمي إلى أو لا تنتمي إلى. التلاتة موجودة هنا ولا مش موجودة هنا؟ 3 مفتوحة عند التلاتة، يبقى 3 مش معايا. لو مقفولة تبقى موجودة. طالما فتح لي القوس اللي جنب التلاتة، فتح لي الفترة عند التلاتة، يبقى التلاتة مش معايا، يبقى لا تنتمي إلى. طب هنا بقى -2 موجودة معايا ولا لأ؟ لا، قايل لي -1 ولا قايل لي 3، مش العددين، لأ -2. طب نرسم خط أعداد عشان نفهمها أكتر. أدي خط الأعداد بيبقى إيه؟ -1 0 1 2 3 4 وهكذا. ماشي، -1 معايا لان هو قافلها عند -1، والتلاتة مش معايا فاتحها. اللي ما بينهم موجود، الصفر موجود والواحد موجود والاتنين موجود، كل الاعداد اللي ما بينهم موجودة. طب يا ترى -2 موجودة؟ لا. -2 فين؟ شمال. ما هو المفروض -3 -2 -1 وهكذا. يبقى بره الفترة خالص. -2 موجودة فين؟ بعيد عن الفترة، شمال، يبقى ما بتنتميش إلى. طيب النص موجود ما بين الصفر والواحد. النص ما بين الصفر والواحد من غير ما افكر. عايزين نرسمها على خط الاعداد نرسمها، مش عايزين، هو مش طالب، هو انا بس بنرسم خط الاعداد عشان نفهم المسألة. انما النص موجود ما بين الصفر والواحد، يبقى بينتمي الى. طب لو قال لي الصفر موجود، لا الصفر مش موجود عشان القوس ناحية الصفر مفتوح. الواحد موجود؟ لا، ولا الواحد موجود. ليه؟ لان الفترة او القوس اللي ناحية الواحد مفتوح، يبقى ايه؟ الواحد مش موجود معايا.